إن الله بصير بالعباد. السلام عليك سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبر غريب يا مظلوم كربلاء. وقفت أناجي ضريح الحسين ونار الفجيعة في أضلعي وذاب فؤادي لهول المصاب وكاد يذوب مع أدمعي فناديته يا ابن بنت النبي فديتك من بطل أروعي تذود عن الدين ذود الأسود وكانوا أمامك كالأضبع إلى أن هويت بأرض الضفوف وحسينا وكان جواب القناة شرعي بنفسي تريب الخد ملتهب الحشا عليه المواضي ركعان وسجود عطفك ولطفك يا غريب الغاضري خذني للقبة والمنارات العليا مشتاق وقلبي يكتب بدمعي رسايل متلهف امشي بينك وبين غفاضي وحسين أذكر مصاب اللي مشات من غير كافر متحيرة ظلت يا أهل الحميد وويلا
ادخل الصحناك حاسر وتجري دموعي واقبل عتابك وابدي لك خضوعي. حسين حسين وحسينا واصيح لا تعلى الثرى ان رضت ضلوعي لا كان صدرك رضضتها الاعوجيه. حسين وحسينا أبكي على مصابك كل صبح ومسيا أبكي وساعد عالبك الزفرة الزكية لا زالت تنزل يا غريب الغاضرية يا حسين يا الماذاك من قبل الذبح. لكنما الأمر بالزائل يا حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تقدم الكلام من المفطرات تعمد الكذب على الله على رسول الله على أحد الأئمة عليهم السلام. هذا الكذب حتى لو كان كتابة حتى لو كان إشارة حتى لو كان فعل. يقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله فعل كذا، يقولها كذب في نهار رمضان، فهذا الكذب المتعمد يوجب عليه القضاء والكفارة على الأحوال. قد يكون هذا الذي كذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة رجع وقال أنا قلت كذا والآن أعتذر منكم، ما يفيد. خلاص ما دام حصل منه الكذب بطل صومه. حتى لو تاب بعد أن صدر منه الكذب العمدي خلاص أصبح عليه القضاء والكفارة. مثل
مثلا لو أكل أو شرب في نهار رمضان متعمد عليه القضاء والكفارة، وتالي قال أنا تائب الآن يسقط عنه القضاء والكفارة؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا لو كان مثلا ينقل شيء مو متأكد، والصحيح أنه يقول روي أو نقل في كتاب كذا، أو كما يروي الكليني مثلا، يكون هنا بهالكيفية ما يقع في هذا المحل. نرجع إلى الآية المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حديثنا هذه الليلة سيكون في نقطتين. النقطة الأولى في علاقتنا بالقرآن الكريم، والنقطة الثانية في أثر القرب من القرآن العظيم. أما بالنسبة إلى العلاقة بالقرآن الكريم فتأخذ عدة أشكال. قد تكون العلاقة شكلية ظاهرية، يعني الذي يراه يشوف عند ذلك الإنسان تقديس إلى القرآن من خلال وضعه في المكان الذي يستحقه، من خلال تقبيل القرآن والاهتمام بالقرآن. لكن إذا رجعت إلى أمور أخرى في التعاطي بالقرآن الكريم مثل العلاقة يعني، فهذا يعتبر تقديس شكلي للقرآن الكريم. قسم ثاني في علاقته بالقرآن الكريم علاقة لسانية، يجري القرآن على لسان، ومطلوب منا أن نقرأ القرآن، أن ننصت إلى قراءة من يقرأ القرآن، يعني يكون عندنا اهتمام بهذا الجانب، جانب القراءة، ونقوي أنفسنا، يكون عندنا تطور شوي في قراءة القرآن، قراءة الأدعية، يعني ما يصير على هالتقدم وعلى هالتطور عندنا في مجالات علوم ثقافات، لكن ويا القرآن ما نشوف هذا الشيء للأسف. يعني القرآن شافع مشفع يوم القيامة، القرآن هو دستورنا الأول. الله سبحانه وتعالى
بين لنا أهمية الإنصات للقرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن تعال شوف الليال اهتمامنا كبير بقراءة القرآن في مجالسنا مع أبنائنا مع أخوتنا مع الجيران مع بني عمومتنا. الناس تجتمع على القرآن، مائدتهم القرآن الكريم، لكن فيه إنصات. بعض البيوت الحمد لله فيه اهتمام، يعني لما يقرأ القارئ للقرآن فيه نوع من الاهتمام والتوجه للالتفات للقارئ ولكلمات القرآن العظيم. البعض الآخر ما عنده ذاك الاهتمام، ما اكو اهتمام اصلا، بل السوالف ترتفع حتى على صوت القرآن الكريم، علما ان القارئ يقرأ بمكبر صوتي، وعلى هذا يكون السوالف والكلمات الجانبية ترتفع أكثر وأكبر من قراءة القرآن الكريم. فعلى كل حال هذه علاقة بالقرآن الكريم، العلاقة اللسانية، وهي مطلوبة أيضا، وبها يحصل الإنسان على التدبر في القرآن الكريم. لما يقرأ الآيات أو يسمع للقرآن العظيم هنا يحصل التدبر، يعني يفترض أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول واحد شلون يعني تدبر؟ هذا أمر صعب جدا، وين احنا نتدبر القرآن الكريم؟ لا تستطيع، يعني ما نقول أنت العلامة الطباطبائي في تدبرك، ولكن تستطيع أن تتوقف مثلا عند آيات اللي فيها الجنة، فيها النار، فيها الحساب، فيها الأمور هذه الواضحة يعني. فباستطاعتك أن تتدبر، يعني تتأثر بهذه الآيات، هذا نوع من التدبر أيها المؤمنون والمؤمنات، ومطلوب. فبالتالي لا يقول الإنسان والله أنا لا أستطيع أن أتدبر، بل تستطيع أن ترقى أيضا في التدبر. شلون؟ خذ إليك كتاب في التفسير، بعض الآيات فيها نوع من يعني ما تكون واضحة، فأنت عليك أن يكون هذا الكتاب الأمثل مثلا أو غيره، فيحصل عندك نوع من التدبر للقرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وآية تقول تدبروا في القرآن الكريم واتعظوا به. مطلوب أن نتعظ. إذن عندنا
في علاقتنا بالقرآن الكريم نعم درجات. درجة والله يكون القرآن فقط على أطراف الألسن، ودرجة أعلى لا، نتدبر في القرآن الكريم. ودرجة أرقى أيضا أن نطبق القرآن الكريم في حياتنا. ولذلك المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول من وصيته؟ الله الله في القرآن، فلا يسبقكم بالعمل به غيركم، بالعمل بالقرآن الكريم. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما هي آثار القرب من القرآن الكريم؟ ما الذي يحدثه هذا القرب عند الذي يعيش علاقة بالقرآن العظيم؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول: أشراف أمتي حملت كتاب الله. فما هي آثار القرب من القرآن؟ أول أثر الموعظة، لأن القرآن ليس يقرأه الإنسان المسلم والمؤمن حتى يعني كما يصنع البعض لما يقرأ مجلة أو جريدة يستمتع بقراءته يضيع وقت. لا، قراءة القرآن لأن فيه العلوم والمعارف، فيه الفقه، فيه الأخلاق، فيه الاعتقاد، فبالتالي يتعظ بالقرآن العظيم. لما نقرأ القرآن فيه موعظة، بالخصوص ونحن في هذا الشهر، هذا ربيع القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأول شيء هذه العلاقة التي كان منها الأثر في القرب من القرآن العظيم الموعظة بالقرآن العظيم. لما تقرأ آيات عن الموت، عن الحساب، عن الجنة، عن النار، عن كذا، فأنت تأخذ المواعظ. لما تقرأ عن أولئك الناس اللي ابتعدوا عن الله أنزل الله عليهم العذاب، فأنت تتعظ، وإذا بك ترقى بواسطة هذه القراءة للقرآن الكريم. أضف إلى ذلك أنه شافع لنا، القرآن شافع ومشفع يوم القيامة، ينفعنا في الدنيا، ينفعنا في عالم البرزخ القابر، ينفعنا في آخرتنا. فإذا القرآن العظيم في علاقتنا به أكو آثار لهذه العلاقة بالقرآن الكريم. لما تأتي مثلا إلى الأحكام، بعض الواجبات كالمحافظة على أوقات الصلاة واجب من الواجبات، من وين نأخذه؟ من القرآن الكريم. حافظوا على الصلوات،
والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، وغيرها من الآيات التي تحث على إقامة الصلاة، على تأدية الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، أو الأخلاقيات التي جاءت في هذا الكتاب العظيم، والتي تدعو إلى أن يكون الإنسان ذا مكارم أخلاق كما كان الحبيب المصطفى محمد. صل على محمد وآل محمد. وكذلك أهل البيت عليهم السلام الذين هم ترجمان للقرآن الكريم. لهذا لما نقرأ عن كربلاء لم تفصلنا عن القرآن الكريم، بل تبين كيف كان أصحاب الحسين ليلة العاشر من المحرم باتوا ولهم ذوي كذوي النحل، بين تال للقرآن الكريم وبين مصل وبين ذاكر لله سبحانه وتعالى. ولما نقرأ عن الحسين عليه السلام ورأسه على رأس رمح طويل، كان يردد القرآن الكريم، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها، فواحدة تبكي وأخرى تعدد. وهاي زينب يوم وصلت إلى كربلاء شتنادي زينب يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقد لانا وما أعلى محال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، كأني بها انكبت على قبر الحسين، نادت جيتك وجبت الراس وياي، ومن الرعب تتراجف عضاي، جيتك يا خويا وفاقد الراي حسين وحسينا لاحت بيوت النزال في كربلاء، نادت أبسأل يا ناس عن مسألة الحسين أخويا
المذبوح من غسله جنازة دفنات لو معطلة نادت عاري والرمال فوق السفن بلا غسل وبلا كفن جسما دفن في باريا لفنا بدال الجفن مقطعة كل أعضاء ومفصلة نادت يا خويا جيناك وانت الولي اكلنا حريم وايتام وابناك عليه والراس جبته وياي في محملي جسمك الغالي يا حسين من غسله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم سلمنا لصيام شهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي إلا وقد غفرت لنا واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وامن علينا برضاه هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وارزقنا زيارة الحسين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. السلام عليك مولاي وعلى ولديك العليين السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس السلام عليك وعلى ابن أخيك القاسم السلام على الأنصار المستشهدين بين يديك السلام على نسائك المسبيات السلام على أطفالك العطاشا السلام على مسلم بن عقيل وهاني بن عروة والمختار ومن استشهد مع المختار. السلام عليك مولاي وعلى أبنائك
الطاهرين. السلام على سيدي ومولاي موسى بن جعفر ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. لا فرق الله بيننا وبينكم طرفة عين أبدا. والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة الرضا. السلام عليك مولاي يا غريب الغرباء وبعيد المدى وثامن الأئمة النجباء السلطان علي بن موسى الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. لا فرق الله بيننا وبينكم طرفة عين أبدا. والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك أيها البشير النذير والسراج المنير. السلام عليك مولاي وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على سادات أئمة البقيع أهل الشأن الرفيع. السلام على الحسن المجتبى. السلام على زين العابدين. السلام على الإمام الباقر. السلام على الإمام الصادق. السلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله وعلى أبيك عبد الله وعلى أمك آمنة بنت وهب. السلام على خديجة بنت خويلد. السلام على فاطمة بنت أسد. السلام على فاطمة أم البنين. السلام على أبي طالب. السلام على الحمزة. السلام على جعفر الطيار في الجنان. السلام عليك مولاي وعلى أبنائك. السلام على محبيك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. مولاي الأمان الأمان الأمان. الغوث الغوث الغوث. أدركنا أدركنا أدركنا. الساعة الساعة الساعة. العجلة العجلة العجل. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر على يديك. وصلى الله عليك وعلى آبائك الطاهرين وأجدادك المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأمواتكم وأموات شيعة أمير المؤمنين سيما مؤسس هذا المجلس أبو مهدي له ولمن مات على الإيمان نهدي ثواب المباركة. فاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد.